الحملة الصليبية الثالثة قامت بها المنظمات ورتبت لها ترتيبا خطيرا كبيرا. هذه الحملة تدق نواقيس الخطر كما يقال، ولا تبشر إلا بشر خطير وبأمر عظيم. هذه الحملة هي عبارة عن حملات كبيرة تأتي بها المنظمات من أرض الحبشة لمجموعات هائلة من النصارى وأعداد ضخمة، وقد رسمت لهم خطة، وهي أن يتم تجميعهم في مدينتين من اليمن. المدينة الأولى مدينة عتق في شبوة، والمدينة الثانية مدينة إب. والمنظمات التنصيرية تريد أن تكون هذه الأعداد الحبشية الأرومية والإرترية، تريد أن تكون هذه الأعداد جناح عسكري للمنظمات في المستقبل. وهذه الأعداد التي تأتي بطريقة مدروسة ليست عشوائية. قد تكلمت عن هذا الموضوع في مدينة حبان في القرب من المنطقة، وحذرنا ونصحنا، ولكن للأسف الشديد كما يقال يا فصيح لمن تصيح، فلو نارا نفخت بها أضاءت ولكن تنفخ في رماد. لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. المنظمات تنفق أموال طائلة على كل فرد من هؤلاء النصارى حتى يصل إلى شبوة أو يصل إلى مدينة إب. ونسقوا هنا في شبوة مع قبيلة من أهل البلاد تقوم بالحماية والرعاية والدفاع عن هذه الشخصيات والأعداد الهائلة التي تتوافد على اليمن بالآلاف يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر. وأهل الكفر من النصارى ومن معهم يريدون أن يصل العدد إلى نحو 3 مليون. اسمعوا يا أهل اليمن، اسمعوا يا أهل الإسلام، يريدون أن يصل عدد النصارى في اليمن على أقل تقدير إلى 3 مليون نصراني. والهيئات الدولية ستتدخل للمطالبة بحقوقهم، وتلزم المجتمع اليمني والحكومة اليمنية بالقيام بما يستحقونه أو بما يطالب لهم به تحت مسمى الحقوق، وهو جيش صليبي حاقد مدرب على جميع الأسلحة. حدثنا بعض أهل العلم وبعض أهل التدين أنهم وجدوا ذاكرة سقطت على هؤلاء المجرمين في عتق، فأخذوا هذه الذاكرة فإذا بها تدريب لهؤلاء، تدريب مسجل ومصور، يدربونهم على جميع أنواع الأسلحة، حتى النساء يدربن على السلاح. فهؤلاء ليسوا نازحين، هؤلاء ليسوا مساكين مشردين، هذه قوة وحملة صليبية مدربة مرتب لها. صاروا يتظاهرون بحمل الصليب، يتظاهرون ويخرجون في الشوارع في عتق وهم يحملون الصليب على صدورهم. اختلف شخص مع واحد من هؤلاء النصارى وإذا به يهدد ويقول له اصبروا علينا 3 سنوات، وبعد ال3 سنوات ستعلمون من نحن أو ستعرفون ماذا سيحصل لكم. يزبدون ويرعدون ويتهددون ويمشون وهم رافعي الرؤوس. واحد من أهل شبوة أصابته، لا أقول أصابته وإنما أقول دفعته الغيرة على دين الله، لما رأى صليبيا خبيثا أهوجا يحمل الصليب ويتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم قتله. وإذا بالقضية تكبر جدا، وإذا بالقبيلة التي تتولى الحماية والدفاع عن هؤلاء النصارى إذا بها ترفع قضية، تضطر قبيلة هذا الذي فعل هذا، تضطر قبيلة أن تذهب وتحكم من أجل أن تغلق باب فتنة. صار للنصارى صولة وجولة في بلادنا. المسلم اليمني الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي الصلوات الخمس ربما صار لا قيمة له، يقتل في الشارع وعلى مرأى ومسمع من العالم ولا يجد من ينتصر له، بل ربما لفقت التهم عليه، وربما قال الإعلام بأنه إنما قتل لأنه يستحق، لأنه كذا وكذا. وهؤلاء النصارى يا عباد الله يفجرون، ينشرون الفواحش، يستعملون اللواط والزنا والخمور والمخدرات ويرفعون الصليب. التقى واحد من أهل شبوة من أهل عتق بواحد من هؤلاء فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا النصراني الأرومي
أخزاه الله وأخزى من كان السبب في وجودهم ونزولهم إلى بلادنا. قال له: أنا لا أعترف بمحمد، أنا لا أعترف بمحمد. جرأة. ويمشون في الشوارع وهم يحملون الفؤوس ويحملون الخناجر ويتغطرسون في شجاعة وفي أيضا جرأة منقطع النظير. أخذوا مساحات بكاملها وأحياء بكاملها. كان أناس من المساكين من أهل اليمن من أي محافظة كانوا، كان الواحد منهم مستأجر، يستأجرون شققا في تلك الأحياء من 80,000 يمني أو 100,000 يمني. فجاءت المنظمات وأغرت أصحاب العمائر والبيوت واستعدت أن تدفع مقابل كل شقة شهريا 500 ريال سعودي. وإذا بأصحاب العمائر والبنايات يأتون إلى المستأجرين بأعذار، هذا يقول معي ترميم، وهذا يقول معي زواجة، وهذا يقول احتجت إلى بيتي، ويخرجون اليمنيين مما هم فيه ساكنون. ثم يأتون بهؤلاء النصارى الذين يعيشون خليط مع نسائهم، وأحيانا بطريقة مقززة وبتعري فاضح. وصارت تلك الأحياء أحياء مخيفة لا يستطيع أهل تلك البلد أن يقتربوا منها. لقد أسفت وأنا أقرأ وواحد يكتب ويقول: صرت أخشى على نفسي وأنا أخرج لصلاة الفجر، بل صرت أصلي الفجر في بيتي، لا آمن على نفسي أن أخرج لصلاة الفجر من هؤلاء الذين يتبلطجون ويفعلون ما يفعلونه ويعربدون ويعترضون أقواما من أهل البلد من أهل الإسلام. يا أهل الإسلام، يا أهل اليمن، يا معشر المسؤولين، يا معشر الدعاة، يا مشايخ القبائل، يا أعيان البلاد، اتقوا الله، اتقوا الله عز وجل، تداركوا الأمر، اعلموا أنكم مسؤولون أمام الله عن دينكم وعن بلدتكم. القضية ليست سهلة، القضية خطيرة في غاية الخطورة. ماذا ننتظر؟ ننتظر أن يعبد الصليب؟ ننتظر أن يسب ديننا وأن يسب نبينا وأن يطعن في قرآننا في بلادنا من قبل أولئك الأرجاس الذين جاءوا من أطراف الحبشة، جاءوا ليثيروا فتنة ويقاتلوننا ويحاربوننا في ديننا في أرضنا. ليست دعوة عنصرية، فليس في دين الإسلام عنصرية ولا مناطقية. فلو كانوا من أهل الإسلام فلهم ما لنا وعليهم ما علينا وعلى العين والرأس. لكن يحمل الصليب ويتظاهر بالنصرانية وبالكفر ويهدد ويتوعد أهل الإيمان، أهل اليمن، أهل الحكمة الإيمانية والنصرة لدين الله. والله إن هذا لأمر مزعج، والله إن هذا لأمر يبشر بسوء وينذر بكارثة. أتمنى من المسؤولين حفظهم الله أن ينظروا في القضية نظرة تأمل وجدية، وأن يراقبوا الله ويخافوه ولا يلتفتوا إلى زيد أو عمرو. ذهب مجموعة من الإخوة الطيبين وجلسوا مع بعض الجهات الرسمية وقالوا لهم: هؤلاء يفعلون وهؤلاء يفعلون، والأعداد تتدفق علينا وتتكاثر بشكل فظيع. فوعدوهم خيرا وحددوا لهم موعدا، فلما جاء الموعد والتقوا بهم وجدوا منهم برودة ووجدوا منهم تراجعا. ما بكم؟ ما الذي جرى؟ قد كنا نجد فيكم اندفاعا وغيرة وتحمسا. قالوا: الأمر